السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقاء، يا رب كلكم تكونوا بخير. ورق العنب دي مش ورق عنبة كبيرة، دول اتنين قصاد بعضهم. أنا بلف الورق العنب قصاد بعضه علشان أعمل الكمية اللي أنا محتاجاها. دي طريقتي في ورق العنب، بخزن بيها ورق عنب كل سنة. عايزة أقولك إنه ممكن يقعد سنتين اتنين في الفريزر، ما بياخدش مكان، بيحافظ على لون الورقة، مش بتغير مش بتتكسر. جربي طريقتي، أكيد طريقة هتكون مختلفة. اهم شيء في ورق الاسترتش ما سيبش فيه هوا. الهوا بيخلي لونه معنى ايه؟ طبعا حضرتك فرزي على حسب. يا جماعه عايزه اوريكي ورقه العنب، فرزي على حسب استهلاكك، عشان ما ينفعش تطلعي منه غير يعني طلعتي الورقه من الفريزر حاولي تسلقيها بمعنى ان انت خدتي ورق العنب سلقتيه، خدي على قد استهلاكك ورجعيه تاني في الفريزر. ما بغيرهاش ابدا. ده تفريز ورق العنب. عايزه اوريكي ورق العنب اللي يتفرز، طريه جدا ناعمه جدا ما فيهاش عروق من هنا. دي طريقتي من 15 سنه ما بغيرهاش ابدا في تفريز ورق العنب. واعتقد انتوا شفتوا ورق العنب معايا اصفر تماما. طيب ورق العنب بجيب عنقود لورقه تكون كبيره بالشكل ده، وابدا اقطع ورق العنب واحطه قصاد بعضه بالشكل ده. ورق الاسترتش وافرد الورقه، اضيف ورق العنب، اخد الطرف بتاع الورقه والف بالشكل. اهم خطوه ان حضرتك ما تدخليش هواء في قلب الورقه، ومن الجناب تتقفل بالشكل ده عشان تحافظي على الورقه ما فيهاش هواء. الهواء بيخليه يتكسر، الهواء بيخليه يغير لونه. دي طريقة معتمدة، حضرتك تقدري تعتمديها بنسبة 100%. يعني حتى الورقة الكبيرة، شايفة الورقة الكبيرة ناعمة جدا. طبعا هي كبيرة عشان هما ناحيتين قصاد بعض، فانت لو عايزة ترصيها كده مفيش اي مشكلة خالص.
بياخدش مكان، بيتحافظ عليه. شايفه؟ ده بالنسبه لي اهم من ورق العنب. عايزه اقول لك ان كل الكميه اللي بستخدمها لورق العنب بعملها بنفس الطريقه دي، ما بغيرش الطريقه دي ابدا. واللقات دي بالنسبه لي اهم من ورق العنب، بتضيف مزازه لورق العنب مش طبيعيه. كل كميه ورق العنب بخزنها بالطريقه دي، ما عنديش طريقه تانية. عايزه اقولك ان الطريقه دي ممكن تاخد سنه واتنين في الفريزر، بس ما تطلعيش ورق العنب يفك وبعدين تدخليه تاني، بيسود وبيغير لونه وبيتكسر. طلعي على قد ما هتستخدمي اسلقيه هتلاقيه اصفر جدا، كانه لسه في الموسم، لسه في الموسم. طبعا انا حبيت بس اشارك معاكي الطريقه اللي بخزن بيها ورق العنب. دي طريقتي في ورق العنب، اتمنى تجربيها، هتحافظ لك على ورق العنب. اهم نقطه انك تختاري ورق عنب بناتي، ورق عنب يكون طري جدا وتكون اول اطفال. وبكده اقول لك استمتعت جدا معاكي بالفيديو، يا رب اكون فدتك ولو بمعلومه بسيطه، واستودعكم الله واشوفكم فيديو تاني جديد.